مرات مو دائما افوت من هنا لان ازدحام احسه. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. دكتورة طبعا اليوم أنا عندي مراجعة، بس تفاجأت يعني من دخلت أغلب الطلاب إنه قاعد يقرون بهذا الكتاب، يعني وأنت حضرتي كم يعني قاعد يعني شنو السبب على الرغم انه الامتحانات خلصت؟ صحيح، هذه مسابقة أقامها معالي الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، طبعا تحت معايير وشروط خاصة، وأنه يكونون طلبة الدراسات الأولية من كافة الجامعات حكومية وأهلية، دراستين صباحية ومسائية، وبنفس الوقت كافة الجامعات تشارك بهذه المسابقة، وأنه يكونون من حملة الجنسية العراقية طبعا أكيد حصرا، وبنفس الوقت لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة. باختيار كتاب من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كتاب شروط النهضة للمفكر العربي الراحل مالك بن نبي. طبعا تم اختيار هذا الكتاب تحت معايير اكيد وشروط خاصة، لان هذا الكتاب يتكلم عن نشأة الحضارة وكيف انه اصلاح المجتمع يبدأ من اصلاح الفرد، ومن هنا جاءت اختيار هذه المسابقة جائزة مسابقة القراءة. أجل إنشاء أجيال واعية مثقفة ذات فكر حضاري وفكر واعي مثقف، وبالتالي هذه المسابقة تتم على اختيار الطلبة، وبقرعة علنية يتم إعلان عنها في 20 من شهر آب المقبل. بقرعة علنية من أصل 100 متسابق سيتم اختيار 20 متسابق سواء كانوا ذكور أو إناث للفوز بهذه المتسابقة بقيمة نقدية مقدارها 5 ملايين دينار عراقي. وبالتالي لها شروط هاي المسابقة مثل ما ذكرنا، طلبة الدراسات الأولية مثل ما شفت بالجامعات كلهم يقرون ويستعدون لهذه المسابقة، وهي مبادرة جدا جميلة ورائعة. وبالتالي يكونون من حاملي جنسية عراقية ويكونون أعمارهم لا تزيد عن 30 سنة. أوكي، من أجل إنشاء أجيال واعية مثقفة قادرة على الارتقاء بالمجتمع، لأن كنا نعرف إنه إصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح الفرد، وبالتالي إن الحضارة ما نقدر إنه إحنا نستوردها من أي بلد آخر، على الرغم إنه إحنا نقدر نستورد جميع منتجاتها ومصنوعاتها، إلا أن الحضارة هي فكر وإبداع وليس تقليد أو استسلام. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة، وإن شاء الله في المستقبل القريب نأمل هكذا مبادرات جميلة ورائعة مثل هذه. من كلية الطب الجامعة العراقية، منار دولة الجميل.
طبعا اذا نزل هذا الفيديو قبل لا تنتهي المسابقه مال وزاره التعليم فانتم محظوظين صراحه، شاركوا يعني انتم ما خسرانين شيء، انتم بالبيت تختبرون الكتروني هذه المسابقه وكلش حلوه، سواء فزتوا فحلو الجائزه 5 ملايين دينار شبيها، واذا ما فزتوا فانتم على الاقل كسبتوا معرفه، كسبتوا حضاره وانتم قاعدين بالبيت وعطله. اوكي؟ وشنو رايكم بالفيديو واللقاء؟ اكتبوا لي بالتعليقات ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. See you.